ازيكم عاملين ايه؟ في حلقة النهارده احنا هنتكلم عن مسلسل جعفر العمدة في الحلقات من 8 ل 20. وكالمعتاد حابب اكد عليكم ان احنا في الحلقات بتاعه مسلسلات رمضان اللي بنناقش فيها الاحداث بتاعتها بنتكلم براحتنا بحرية حرق للاحداث، وهنا احنا ممكن ناخد وقتنا زيادة شوية في حلقة جعفر العمدة، فاستحملوني لان الحلقة بتاعتنا النهارده ممكن تبقى طويلة حبتين. ومن غير تطويل كتير كالمعتاد يلا بينا ندخل نتكلم عن حلقات جعفر العمدة. في الحلقة الثامنة في سيكونس كده بيستعرض قوة جعفر العمدة، واللي هو السيكونس بتاع الشركة. السيكونس ده بصراحة عجبني جدا، لما راح وكان جايب معاه عربيات كتير ورجالة كتير ونزل يعلم على الراجل، بصراحة عجبني. وتقريبا احنا هنا برضو كنا في الجزئية بتاعة الراجل اللي كان عارف مكان سيف فين والكلام ده كله، جه عمل حركة على جعفر ولكنه اكتشفها، لسه كان على تواصل معاه ولسه كان عايز يوصل له بلال شامة، بس كان بيحاول يبرر اخوه من الموضوع. وكده كده اصلا جعفر مش مهتم غير بابنه، فالموضوع بالنسبة له ماشي في السكة السليمة. وطبعا اصلا في الحلقة السابعة لو انا فاكر صح كان جعفر طلق سوريا علشان الحركة اللي عملتها لما نزلت تبوس ايد كريم فتح الله في الشارع. سوريا بقى هتعمل حركة تخرج من دماغ اي حد بصراحة، يعني حركة صايعة ورايقة بصراحة وعجبتني جدا، لانها استغلت ان كريم فتح الله راح يتقدم لها وقبلت الموضوع ده، بل واشترطت عليه كمان ان هو يعلن الكلام ده قدام الناس كلها، واشترطت عليه كمان انه يجيب حقها من جعفر. فلما راحت تاني يوم الحاره ورجعت تاني في الحلقه التاسعه وطلبت منه ان هو يعلن ان هم هيتجوزوا زي ما طلبت منه، قالت له تتجوز مين يالا، وراحت مشبشباله وعملت شويه حركات جامده قوي بصراحه. وساعتها جعفر ردها لانها ردت كرامته تاني والموضوع خلص يعني واتلم. طبعا زي ما احنا عارفين علاقه الصداقه اللي ما بين جعفر وسيف بقت اقوى واقوى. كمان في الحلقه دي اخو الراجل اللي كان عامل التمثيليه على جعفر العمده راح مكلمه وقال له ان هو عارف مكان بلال شامة فين، ولكن كالمعتاد يعني بلال شامة ده امه داعيه له تقريبا وعرف يسمع المكالمه دي وقدر ان هو يضرب الراجل ويهرب. ولكن هو ما هربش على طول، لان الراجل كسبه وخده وربطه في الاوضه كمان وكلم جعفر، وجعفر وصل وكان باقي له ثواني يا مؤمن ويمسك بلال شام. ولكن الراجل خرج من الاوضه من هنا، بلال شام فك نفسه ونط من هنا. ما بقولش ساحر، بس عامه يعني بصراحه اللي عاجبني هنا في المسلسل ان احداثه برغم انها ممكن تبقى قليله شويه في الحلقه، ولكن في حاجات تخليك عايز تكمل تتفرج. ده غير ان من اصيع الحاجات اللي بيعملها محمد سامي بصراحه في الحلقات هنا بتاعته ان هو بيعرف يقفلها قفله كويسه جدا. تقريبا في اخر 11 حلقه دول او اخر 12 حلقه انا اتذكر ان ممكن تكون حلقه ولا اتنين بس اللي قفلت قفله عاديه، لكن بقيه القفلات حاجات انت عايز تشوف هو هيحصل ايه تاني بعد كده، ودي بصراحه حاجه انا احييهم عليها جدا. كمان ومعلش حاجه تانية افتكرتها بتضايقني لانها عدت قدامي دلوقتي وانا براجع الحلقات، وهي الاغاني الكتير قوي بتاعه احمد سعد. مبدئيا انا بحب احمد سعد وبحب اغاني احمد سعد وبحب صوت احمد سعد، وما عنديش مشاكل لما تحط لي اغنيه ولا اتنين منه وسط المشاهد، ما عنديش مشاكل. لكن ليه كل شويه تقريبا كل حلقه لمده 4 ولا 5 حلقات ولا يمكن اكتر من كده كمان يحصل مشهد حزين شويه تقوم انت مزود لي في الحزن ومأفور لي فيه ومشغل لي الموسيقى الاوفر بتاعت الصعبانيات في الخلفيه، وبعدها تخلي الراجل يسرح في ملكوت الله اللي هو بيمر بالحاله الصعبه، وبعدها تقوم اغنيه للفنان احمد سعد تطلع كده تخرم لك ودانك. انا قلت الاغاني كويسه وكل حاجه وممكن اسمعها بعدين اصلا، لكن للاسف الموضوع بيقفلني لدرجه ان ما بقتش بركز مع المسلسل. يعني كل شويه مشهد فيه حزن وفيه صعبانيات والراجل يتضايق على نفسه قوي او يحصل موقف مثلا يحزنه قوي، وهنا مش على كاركتر معين على فكره، هنا الموضوع ده تقريبا حصل مع ناس كتير قوي في المسلسل. المهم بقى ايا كانت الشخصيه الحزينه او الموقف الحزين فجاه بيسرح والموضوع بقى بيبقى صعب قوي لدرجه ان احنا بنتدخل مع الاستاذ احمد سعد باغنيه. فاهمين الموضوع كبر لدرجه اننا جبنا اغنيه مخصوص. بذمتكم مش افوره شويه؟ بس يعني دي من قلائل الحاجات اللي ما عجبتنيش في المسلسل يعني. وطبعا كالمعتاد محمد سامي بيحب الدراما الاوفر والحاجات اللي هي يعني ملائمات كده ظريفه غريبه في نفس الوقت، فيقوم حاطط لك بقى سوريا وهي معديه قدام سيف وتقوم قايله له يا ابني ومش يا ابني ونطلع كوميديا خفيفه كده. هي كانت ظريفه فعلا بس يعني خلاص يعني ما كفايه ما تذلناش والنبي. يعني الواد مصاحب ابنه والست اتعرفت عليه وصعب عليهم هما الاثنين وبرضه مش عارفين ان ابنهم، يعني كفايه بؤس. طبعا برضه احنا ماشيين في الحلقه العاشره حركه بروس وين السيده زينب دي بصراحه يعني ما دخلتش دماغي. وبعدين صراحه يعني يا جماعه انا عايز اسالكم سؤال، هو جعفر العمده ده بيشتغل ايه بالظبط؟ يعني جايب الفلوس دي كلها منين؟ الراجل اشترى مطعم علشان ما رضوش يدخلوه، انتوا فاهمين الموضوع ماشي ازاي؟ بس المهم يعني الخط بتاع علاقته بشخصيه زينه اللي هي شخصيه عايده، بعيدا عن المشاهد اللي بيبقى فيها افوره شويه لما بيبقى يعني انتوا فاهميني صح؟ يعني مثلا لما بيبقى في مشاهد زي مشاهد خروجاته مع عايده والكلام اللي بيقعد يتكلموا معاها والكلام ده كله بصراحه بيطلعوا مشاهد ظريفه جدا. طبعا مع نهايه الحلقه العاشره نرجس بتفجر القنبله الكبرى وهي انها حامل، وده اللي بيبقى ليه اثر سلبي جدا على تقريبا كل حاجه من ساعه ما جعفر بيسمع الكلام ده. ليه اثر على صحته النفسيه شويه، ليه اثر على علاقتها بيه، ليه اثر على حاجات كتير، لدرجه اننا في الحلقه اللي بعدها على طول بنشوفه طالع يشتكي لامه وقعد يعيط، وعمل بصراحه مشهد كويس جدا مع هالة صدقي اللي هي من وجهه نظري احلى شخصيه في المسلسل كله. صفصف فوق يا جماعه. وطبعا من اسوأ الحاجات اللي بتحصل وهي استخدام نرجس لذكائها. اعتقد انتوا فهمتوا انا هتكلم على ايه خلاص، فاعتقد مش
محتاج اقوله، من تلقاء ذاتها كده قررت تروح تنزل البيبي، ويعني سودت الدنيا في عينيها اكتر ما هي كانت اوريدي سودا يعني. طبعا فيما بعد كده بقى اللي هي الحته بتاعت مثلا بلال وهو بيحاول يتفق مع واحد تاني علشان يعملوا مصلحه على جعفر، او موت ابو عايده، او حاجات تانية كتير واحداث تانية كتير حصلت في النص، بتخلي بصراحه المسلسل كده فيه شويه سبايسز كده يعني، ومخليك عايز تتفرج عليه حتى لو الحاجات دي مش مهمه قوي، بس بصراحه يعني بتشدك، بتخليك كده عايز تتفرج. ده بالاضافه لان ممكن يبقى في اوقات معينه ما فيش احداث مهمه بتحصل، بس بنستعرض لك مثلا شخصيه معينه ممكن تكون بتفكر ازاي، زي في بعض الاوقات مثلا وحوارات دلاله بتبين لك انها غلويه جدا، وده شيء طبيعي جدا نظرا للي عرفناه في اخر الحلقه ال20. بكرر تاني قبل ما اي حد يقول لي ان انت حرقت عليا، احنا دلوقتي داخلين، انا هحرق حاجه مهمه جدا. اللي فات ده كله في جعفر العمده كان هزار، انت لسه لو ما اتفرجتش على الحلقات من السبعه او الثامنه لغايه ال20 يا ريت تطلع من الحلقه دلوقتي، لان في الحلقه ال20 لما بنعرف ان هي اللي اجرت بلال شامه علشان يخطف ابن جعفر العمده من 20 سنه فاتوا، كل حاجه بيبقى ليها معنى في الوقت اللي احنا فيه ده. طلعت واطيه وطيه بصراحه ايه كده. وطبعا برضو من اكتر الكاركترز المستفزه، وبصراحه عارفين يعملوها بشكل كويس، والممثله عاملاها بشكل كويس، وهي مكتوبه بصراحه بطريقه كويسه جدا. وطبعا هي وداد باللي عملته في الحلقه ال12 لما ضربت عايده وخلت سيد ينزل ويضرب عايده هو كمان. بس يعني عارفين انتوا بقى المسلسل لما يحاول اللي هو ايه يبيع لك حاجه فاضيه، اهو ده اللي عمله في القفله بتاعت الحلقه ال12. جه قال لك ايه ده، سيد اتجرأ وضرب مرات جعفر، جعفر هيعمل ايه لان هو راجل محترم، ويعني مش عارفين هيضرب اخوه ولا هيضرب مراته ولا هيعمل ايه بالظبط. هو خلاص كده الراجل في معضله اخلاقيه، والموضوع اتلم في اول 5 دقايق عادي من الحلقه اللي بعدها، مفيش موضوع يعني. ضرب سيد وطلع اعتذر له، وسيد راح ضربه وقلم عيالي كده شويه وخلصت الليل. بس عجبني بقى الكلام ده كله لانه من وجهه نظر انا ابرز لي قد ايه شخصيه سيد هو حد طيب وغلبان واهبل قوي في نفسه. وبصراحه اداء احمد فهيم في النقطه دي كان كويس، ولكن اللي مبوظ اداؤه من وجهه نظري هي الافواره اللي موجوده في الدور، الافواره بتاعه انه عيوطه زياده عن اللزوم، الافواره بتاعه انه في كل حد كل ما يجي يتكلم لازم يعيط، الافواره بتاعه انه قعد تقريبا 4 حلقات عمال يعيط على موضوع حصل وخلص. لان مثلا من وجهه نظر انا الشخصيه بتاعه سيد من بعد ما اتضربوا في الشارع هو ونعيم كانت هي عنصر المط في الحلقات. يعني احسبوا معايا كده من اول الحلقه اللي ضرب فيها هو ونعيم، كل حلقه بتيجي بعدها ما لا يقل عن 5 دقائق فيهم سيد بيعيط على اللي حصل له، بيقول جمل نفس اللي اتقالت قبل كده، ان هو حزين على نفسه وحزين على حاله وحزين على مش عارف ايه، وان جعفر احسن منه، وان الكلام ده كله، واحساسه تجاه ان الناس كلها بتحب جعفر وما بتحبوش، وان هو الكبير ومش قادر يعمل حاجه ودايما مستني اخوه الصغير يعمل، والكلام ده كله. كل الكلام ده سمعناه يجي 3 4 5 مرات على الاقل من ساعه ما الخناقه حصلت. هو المسلسل حلو، وحتى لو ما فيش احداث عارف يخليك تنجذب للمسلسل وتبقى مهتم ان انت تتفرج عليه، ولكن ده ما يمنعش ان في اوقات معينه بيبقى في حاجات ملهاش لازمه باي شكل من الاشكال، زي موضوع شخصيه سيد في المشاهد اللي زي دي مثلا. عجبتني برضه في الحلقه ال13 الطلعه اللي طلعها جعفر مع سيف دي علشان يروحوا يجيبوا المفروض بلال شامه اللي هيدله على ابنه فين، اللي هو اصلا سيف اللي رايح مع جعفر، واخدين بالكم طبعا. وفي الخلفيه بيحصل موضوع ان سوريا راحت لواحد تاني علشان يدور على ابن جعفر من يجي 20 سنه فاتوا، والراجل كان بينصب عليها اصلا بس جعفر بيعرف والكلام ده كله. وفي نهايه الحلقه ال13 بيحصل الحدث اللي طبعا خلانا نقوم كده كلنا ايه ونقول يا ها يلا قربت اهي قربت، لما بيكون بلال شامه جه وموجود وواقف ورا محمد رمضان على طول وخبط على باب سيف وهو كان ضيف عندهم. يعني حرفيا كان كل اللي محتاج يعمله كده، بس هو كده كان هيعرف كل حاجه. لكن للاسف طبعا وعشان نعرف نملى ال 30 حلقه بتوعنا، ودي طبعا يعتبر من اسوأ الحاجات اللي في المسلسل، لان من وجهه نظري المسلسل ده كله على بعضه كده كان ممكن يتقفل في مثلا 10 حلقات تكون كل حلقه ساعه الا ربع او ساعه. المهم يعني بعيدا عن النقط اللي ملناش دعوه بيها دي، كان باقيله ثانيه ويبص كده، طبعا ما بصش، وبلال شامه جه وسلم على الواد ونزل وقعد تحت شويه كمان وهو ما قابلوش. في طبعا الولايه المريبه جدا اللي هي رغاوي دي اللي طلعت بصراحه حاجه كريبي جدا وكرنج جدا، بس جابت شويه ضحك عشان خاطر صفصف كانت في الموضوع. المره اللي قبلها لما راحوا من غير صفصف كان الموضوع عادي بايخ يعني. بعد كده بقى طبعا عايده بتكتشف موضوع ان وداد على علاقه بشوقي فتح الله، وبتروح تزوره في السجن وبتروح تواجهها بالكلام ده كمان. هي بقى طبعا المفروض ما كانتش تروح تواجهها ولا حاجه، ولكن هنا بيعجبني ان المسلسل عارف ان هو يبني لك السسبنس والشك في تقريبا كل الشخصيات اللي قدامك، وهنعرف ليه كمان شويه. الحلقه 15 كلها على بعضها كده من وجهه نظري ما فيهاش حاجات كتيره قوي ممكن نتكلم عليها غير موضوع الراجل اللي جعفر راح له دون لما كان بينصب على سوريا في موضوع العيل. طبعا موت ام سيف في المشهد اللي متاخد بالملي من فيلم العفاريت، ما كانت بتموت في المستشفى وقعدت تقول له ابنك وعماله تقول له ابنك، وهو عمال يقول لها زي ابني يا جدع، ابنك زي ابني، ابنك زي ابني. بامانه المشهد ده متاخد بالحرف من فيلم العفاريت. ومع نهايه الحلقه حد بيجي بحاجه حديد كده حد من ورا وبيقوم ضارب عايده على دماغها. هنا بقى اللي عجبني في المسلسل زي ما قلت لكم من شويه انه قادر ان هو يخليك تشك تقريبا في كل الشخصيات اللي موجوده، لان من شويه كانت دلال بتتامر على قتلها مع سوريا، وعايده اصلا في شكل بينها وبين دلال، وصفصف برضو كانت بتتكلم كلام مش كويس على عايده وقالته لنعيم، اللي كمان شويه هيقولوا لما
يجي جعفر العمدة يسألهم مين اللي عمل كده. المشهد كله صدمات بصراحة، يعني حد يقوم قايل، سوريا تقوم مثلا قايله له اللي هو ايه، على فكرة يا جعفر انا سمعت اسمها ايه دي اللي هي تقريبا دلال جاية تقول لي ان احنا لازم نروح نقتل عايدة. وبعدها على طول ايه اللي يحصل بقى؟ يقوم جاي حد تاني يقوم قايل لك لا 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 ما تظلمهاش، ده مش عارف تقريبا وداد هي اللي عملت كده. بعد كده نسكت، مع ان وداد طبعا يعني الناس كلها هنا مصدقين انها تعملها، حتى اخوها مصدق. لا يطلع نعيم يقول لك ايه، لا يا جعفر مش وداد اللي عملتها، دي حاجه وصيفه هي اللي عملت كده، انا سمعتها وهي بتتكلم مع صباح وبتقول لها كذا 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 كذا. يعني الجو من الافواره بصراحه، بس عجبني لان المشهد ده اللي هو احنا كنا شاكين في حد واحد، بقينا شاكين في اتنين، بقينا شاكين في تلاته، والفكره ان كلهم يبان ان ممكن يعملوها، وده اللي عجبني بصراحه في الموضوع. طبعا يعني قمه غباء سيد بتتجلى في المشهد اللي طلع يجيب فيه احمد داش من فوق وضربه وراح رميه بره العماره والكلام ده كله، يعني قمه الغباء والتخلف. يعني المهم مش مشكله عديه. بس صحيح انا مش عايز اعديها بقى، انا عايز اقول لكم عليها حاجه. المشهد ده بصراحه كان عاجبني قوي لان كنت حاسس فيه بتنشن وتوتر مش طبيعي. الفكره ان مع غباء سيد والطريقه اللي جاب بيها الواد من فوق، والفكره اللي في دماغه عن اللي الواد كان بيعمله فوق اصلا، مع حاله الواد اللي بايظه كانت بتقول ان في بلوه منيله بنيله هتحصل، كان ممكن سيد بالحاله دي كلها يقوم مثلا مموته في ايده، طبعا عن غير عمد لان هو هيبقى غبي ومتخلف وهيعمل حركات طبعا فجائيه، وده اللي هيولد دراما اوفر جدا. لو كان جعفر العمده اكتشف ان هو ابنه في المستقبل كان هيبقى في عداوه لا تصدق بينه وبين سيد، او مثلا احمد داش يقوم مثلا هو متعصب وضارب مثلا سيد لوحده كده، فلانهم نازلين من على سلم ممكن يضربوا ضربه خطيره تقوم موقعاه فيموت، فالعداوه تبقى ضده مثلا ويموته، وبعد كده يكتشف ان ابنه. عارفين انتوا الدراما الاوفر اللي احنا بنحب نطلعها دي، كنت شاكك انها ممكن تحصل. بس على فكره البنى ليها والتوتر اللي اتعمل ونزل على ما فيش في الاخر ما ضايقنيش، لانه كان حلو جدا. المشهد كان سخن وحلو وبسمسم كده وبصراحه عجبني. وطبعا بتيجي الست اللي هي المفروض يعني اللي قايمه بدورها الفنانه سلوى عثمان، اللي هي المفروض يعني تقرب للشخصيه بتاعت ام احمد داش، مش امه اللي هي سوريا، امه اللي هي كانت متبنياه. المشكله انها بتكون عرفت اصلا ان جعفر العمده هو ابوه لما الست جت تقول لها اللي هي اختها تقريبا. طبعا هي بتيجي تقول لجوزها الكلام ده، بيقول لها لا احنا مالناش دعوه، ده معلم كبير في السيده ولا حاجه لحسن يعمل لنا مشاكل. ودي طبعا يعني قمه اللي هو بصوا كده. صحيح، وانصحكم بمناسبه الموضوع ده ان ما حدش يتفرج على الاخبار اللي فيها الممثلين دول، لان تقريبا ما حدش فيهم ماسك كلام في بقه، كلهم عمالين يتكلموا ويقول لك ده كذا هيحصل في الحلقه الكذا، الحرق شغال ايه. بعد كده بقى بيحصل الحدث اللي بدا يولع الدنيا، وهي اختفاء دلال فجاه بعد ما تم توجيه الاتهام ليها ان هي اللي ضربت عايده. وهنا في الحلقه ال17 اعتقد اهم حدث بيحصل ان جعفر بيسيب المنطقه ويسافر. ده مش مهم دلوقتي، ده مهم بعدين، لان اللي بيخليه مهم بعدين هو خروج شوقي فتح الله ووصوله الحاره واعلانه لانه هيتجوز تاني يوم. وطبعا مع نهايه الحلقه بنكون عارفين اوريدي من الحوارات اللي حصلت بين شوقي وامه ان هو جاي ينتقم، وبنشوف في اخر الحلقه خالص ان هو بيتجوز وداد. طبعا ده طلع في حد ذاته الجمله الاكثر ضحكا في رمضان السنه دي، وهي انت ازاي بتتجوز مراتي. بعد كده طبعا وداد ما احنا عارفينها يعني كاركتر مش سالك خالص، بتستفز سيد، فسيد بينزل بيعمل خناقه مع شوقي ومع رجالته كلهم، ونعيم بيتدخل. ونعيم ده بحد ذاته بصراحه يعني كان مفاجاه كبيره قوي. او على فكره بقى في حاجه كده انا مش عارف هي ايه، بس في الخناقات الرخيصه اللي هي الشيعي دي بتاعت مسلسلات محمد سامي، بحس انها يعني حاجه كده بتغسلني من جوه قوي، بحبها جدا، بنبسط بيها بصراحه، مش عارف ليه، مع اني معترف انها خناقات رخيصه ومعموله بطريقه مش احسن حاجه، ولكن بتتعمل بطريقه مخلياني يعني مستمتع. وبعدين بصراحه احنا كنا في المشهد ده بالذات بقى وصلنا لمرحله ان خلاص الناس كلها عماله تحط على سيد وبتاع، وفجأة نعيم اتدخل وقعد يدور فيهم كلهم الضرب، وده في حد ذاته بصراحة كان جامد جدا. يعني محدش توقع ان نعيم يقدر يعمل كده اساسا، بس عملوا مشهد جامد بصراحة ومحدش يقدر يتكلم في ده. اهو من اول هنا بقى لغاية الحلقة ال20 شخصية سيد من وجهة نظر انا ملهاش اي 30 لازمة. كل اللي بتعمله انها بتيجي تقول نفس الكلام ونفس العياط ونفس كل حاجة، ومش بعيد شوية مع موسيقى صعبانيات او اغاني لاحمد سعد، بس ما فيش حاجة تانية بتحصل من شخصية سيد في الحلقات دي كلها. بس عامة المط ما بدأش في الحلقات دي من شخصية سيد بس، لان من وجهة نظر انا ان ممكن نقول من اول الحلقة 18 او ممكن نقول من ال19 بالذات اكتر، والحلقه ال20 تقريبا الحلقتين فاضيين، لانه كان خلاص بقى كان قاعد في السجن جعفر العمده، وكان كل اللي بيحصل شويه زيارات ليه وحاجات مالهاش لازمه، واصلا مده الحلقه صغيره قوي يعني نص ساعه ما فيهاش احداث بتحصل، كل اللي بيحصل فيها هي مط عشان نمد لنا حلقتين ثلاثه كمان لغايه لما نوصل للحلقات ال30، وده اللي بدا يضايقني شويه. ولكن على الاقل في نهايه الحلقه ال20 هو كان تم اعلان براءته خلاص وكان خرج، بس لسه ما نعرفش هيعمل ايه اول ما يوصل السيد. وبس كده، دي تقريبا كانت كل حاجه عندي عن مسلسل جعفر العمده. اعتقد ان الحلقات كلها كانت كويسه بشكل عام، طبعا فيها الحاجات اللي ما عجبتنيش زي الافواره والحاجات دي، وطبعا فكره ان المسلسل كويس ما يمنعش ان في بعض الاوقات بيبقى عنده مط، ولكن بصراحه مش كتير. المط من وجهه نظري بدا يبقى باين زياده عن اللزوم في الحلقتين اللي فاتوا بس، اللي هم الحلقات ال19 وال20. غير كده المسلسل كان كويس جدا بصراحه، وممتع ومسلي وعارف يجذبك ان انت تتابعه للاخر. وبس كده، اتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بالحلقه، وكان معتاد كان معكم مارو من مارو ريفيوز. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.